ما يلاقوش عقد امام عاشور، ما يلاقوش عقد مروان عطيه اللي وقع عليه مع الكابتن محمد رمضان ب 14 مليون. مخترق يا جماعه، قلنا 100 مره النادي الاهلي مخترق، ده مش كلام انا، ده كلام الباشمهندس عادل القيعي من كذا سنه فاتت. كابتن محمد رمضان ربنا يديله الصحه والعافيه قام بالتجديد لمروان عطيه على بياض لمده موسمين وتعديل عقده من 7 مليون ل 14، وكلنا فهمنا خلاص ان الملف خلص. برضه بيرتبوا امورهم لفكره تمديد العقود وصرف ال 25%. صرف ال 25% يلاقوا ايه يا باشا؟ ما يلاقوش عقد امام عاشور، ما يلاقوش عقد مروان عطيه اللي وقع عليه مع الكابتن محمد رمضان ب 14 مليون، واللي اللعيب وفقا لتاكيدات الكابتن محمد رمضان ربنا يديله الصحه والعافيه مضى على بياض وهم حطوا له الفلوس. دي بشاير بس الكابتن بلنتيزو، دي بشاير كده يعني. اول ما جه ما شاء الله وسام في مروان في امام، عارف يعني ايه نادي بحجم النادي الاهلي يتسرق منه او يختفي من عنده عقد لاعب لسه مجدد؟ انت متخيل حجم الكارثه اللي بتتكلم فيها يعني؟ ولقوا نادي القرن وبلا بلا بلا واحسن مش عارف نادي في ايه واحسن رابع في العالم واحسن. انت متخيل الحجم المشكله؟ ولا عادي نعديها عادي كانها يعني بص نعملها بطوله؟ طيب يعني ايه؟ يعني اللاعب هيصرف فلوسه 25% وفقا لعقد ال 7 مليون، مش لاقيين الجديد. سالوا في اتحاد الكوره عقد مروان عطيه عندكم ممكن صوره منه؟ قالوا صوره منه، لقوا العقد القديم. يعني كده العقد الجديد لم يوثق، وكده مروان هيصرف على 7 مليون. قلب الدنيا مروان عطيه وهو على فراش النقاهه من اجراء عمليه الفتاء في منزله، وتواصل مع وكيله تواصل مع اداره القلعه الحمراء، وقلبين الدنيا مش لاقيين العقد اللي مضاه مروان عطيه لتمديد تعاقده ب 14 مليون. قال لك يا وقعه سودا، طب ما كده مروان هنيجي نقول له تعالى جدد تاني، هيقول لهم بقى هاخد كام؟ ما العقود ارتفعت. لما كابتن محمد رمضان مضى مروان ما كناش وصلنا للتريزيجيه ولا للزيزو ولا الفلوس دي. طب دلوقتي قلقانين من مروان ليه بقى؟ لانه لما مضى مع كابتن رمضان مضى على بياض وساب العقد لكابتن رمضان. مش لاقيين العقد وما توثقش العقد وما راحش اتحاد الكوره ومش عند الدكتور عادل اسمه عبد الله رشدي بتاع العقود ولا